أحباء النادي الإفريقي، بعد برشا غموض وتردد بدأت تبان شوية ضوء في أفق النادي الإفريقي اللي عايش على وقع أزمة إدارية ورياضية خانقة من شهر مايو اللي فات. اليوم محسن طرابلسي رئيس اللجنة الطبية في النادي وواحد من الوجوه المعروفة في الطب الرياضي وجراحة العظام أعلن رسميا ترشحه لرئاسة الفريق في الانتخابات الاستثنائية اللي باش تصير نهار السبت 21 جوان 2025. القرار هذا حد لحالة السكات اللي كانت دايرة في النادي، خاصة بعد ما برشا أسماء كانت مرشحة تراجعت وانسحبت، واليوم الطرابلسي ولا المرشح الوحيد واللي يخلي تسكيته في الجلسة القادمة شبه مضمون. وفي خطوة تبين بداية مشروع جديد. المستثمر الأمريكي فيرجي شامبرت نشر تصويرة تجمع مع طرابلسي ومهدي ميلاد اللي باش يكون النائب الأول للرئيس، وأكد أنه القائمة النهائية للانتخابات ولات جاهزة. شامبيرز قال أنه طرابلسي باش يكون هو الرئيس التنفيذي للنادي، وشامبيرز باش يكون الرئيس الشرفي خاطر طرابلسي مشغول بخدمته كطبيب. الخطوة الجاية حسب كلام شامبيرز هي تكوين لجنة تنفيذية قوية فيها ناس مختصة في القانون والمال، وزاد هيكلة جديدة للفريق من الناحية الفنية والرياضية. الهدف من كل هذا هو ضمان رقابة جدية وتقديم حلول عملية تخدم مستقبل النادي. وزاد شامبيرز وأكد أنه الإعلان على صفقات جديدة قريب يجي، مع مراجعة بعض القوانين الداخلية وفتح الباب قدام استثمارات باش تعطي نفس جديد لخزينة النادي. القائمة الوحيدة اللي داخل الانتخابات فيها محسن طرابلسي، مهدي ميلاد، هاجر بكار، فريد خماخم، هشام المناعي، سامي بالقاضي وإلياس ناجي. فريق متكامل باش يخدم على إنقاذ النادي ويرجعوا المجد. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.